ايوه. ازيك يا ضاع، عامله ايه؟ ازيك يا يوسف؟ ما بترديش عليا ليه يا ضاع؟ وارد عليك ليه يا يوسف؟ ما انا بعت لك رساله وقلت لك كل شيء اسمه ونصيب. ازاي يعني اسمه نصيب؟ اسمه ونصيب يا يوسف، مش متفقين مع بعض فخلاص اسمه ونصيب. مش متفقين؟ ايوه مش متفقين. سنة مش متفقين مع بعض؟ ايوه، ما الخطوبه معموله عشان خاطر نفهم بعض، وانا مش متفقه معاك. بس مش في سنة. خلاص، وانا حسيت بده وقلت اقوله لك. يعني خلاص كده يا ضاع؟ ده اخر كلام عندك؟ اه يا يوسف، اخر كلام عندي. طب هاتي لي حاجتي يا ضاع. حاجتك؟ ايوه حاجتي. حاجه ايه؟ حاجتي دهبي. دهب ايه يا يوسف؟ دهب ايه؟ هو الدهب ايه؟ دهب ايه يا يوسف؟ ده انت سنه كامله داخل طالع اكل شارب، يعني من الحلو للاكل للشرب، يعني ده انا لو حسبتها هبقى انا عايزه منك فلوس اصلا. بتهزري؟ لا مش بهزر. هو انت حاسباها كده اساسا؟ ايوه حاسباها كده. وما تتحسب ازاي؟ هو مش دي فلوس برضو اللي بتدفع في البيت ولا ايه نظامها؟ يعني هو انا بخش لك كل ما اجي لك بايدي فاضيه مثلا بتاع، ولا مفيش هدايا؟ لا عيب يا يوسف ان انت تتكلم في الحاجات دي، عيب. دلوقتي عيب ان انا اتكلم في الحاجات دي؟ ايوه طبعا. على فكره يا يوسف، انا لو حسبت السنه هبقى انا عايزه منك فلوس، بس مش مهم خلاص. انت بتهزري شكلك، صح؟ لا مش بهزر، انا بتكلم جد. كل شيء اسمه نصيب. يعني ده اخر كلام؟ اخر كلام يا يوسف. طب وحاجتي؟ لا يوسف خلاص قلت لك. انت عارفه انا تعبت ازاي دعاء عشان اجيب لك الحاجه دي؟ ايوه ده حقي. ايوه حقك، بس انت عارفه انا تعبت قد ايه؟ انت اكتر واحد عارفه انا تعبت قد ايه عشان اجي لك واتقدم لك. ماشي يا يوسف، طب اعمل ايه؟ انت راجل يعني المفروض تتعب وتجيب. طيب ماشي، ما انتوا لو كل شيء اسمه نصيب بقتي بقى حاجه بتاعتي. ايوه ما قلت لك خلاص يا يوسف. عن اذنك بقى. بجاحة. دي اسمها بجاحة، دي اسمها قلة أدب، دي اسمها إن أنتوا بتاكلوا حق الناس، بتاكلوا على عرق راجل تعب وشقة عشان خاطر يدخل البيت بالحلال. ما اتفقتيش يا بنت الناس بعد سنة ولا سنتين وحاولتي وعافرتي بما يرضي الله تديله حاجته اللي هو تعب فيها، بما يرضي الله انفصلوا بالمعروف. بلاش شغل البلطجة وإن ده حق والأكل والشرب وإن أنتوا صرفتوا أكتر من كده، لأن دي اسمها قلة أدب، واسمها ان انت طالعه من بيت جعان عينك مش مليانه. بعد اذنكم، لما نقول ان البنت هي اللي بتسيب حاجه الراجل بتروح للراجل معزز مكرم لان هو تعب فيها، ولو هو اللي ساب في ناس بتحكم ان هو يتأدب عشان بيوت الناس ليها حرمه وما يلعبش ببنت الناس، ان الذهب بتاعه ما يرجعلهوش. انما انت اللي سايبه وتقولي ده حق تمن اكل وشرب، يبقى انت من بيت جعان. عايزه رايكم في الكومنتات. السلام عليكم.